يدور على نفسه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع. أهلا وسهلا بكل شخص جاي علشان يشوف إزاي يقدر يعيش كل حياته بصحة وعافية ومناعة. النهاردة هتكون محاضرة قيمة جدا، أتمنى من الجميع التركيز، وأتمنى يكون معانا برضو الدفاتر والأقلام بتاعتنا علشان نقدر نسجل المعلومات القيمة اللي هنسمعها النهاردة. المعلومات دي ممكن معلومة منهم تكون سبب لإنقاذ حياتك أو حياة ناس عزيزة عليك في حياتك. فأتمنى نسمع المحاضرة من جانب الأمل في مساعدة تحسين حياة الناس وصحتهم للأفضل، وأول شخص بكون بتكلم في ده هو نفسي، لأن اهتمامك بصحتك هو أهم شيء يقدر يساعدك تقدر تكمل تعمل كل واجباتك اللي أنت مسؤول عنها، خاصة في ظل العصر اللي احنا عايشين فيه، عصر اللي كله سرعة، كله ضغوط نفسية، كله أشياء بتؤدي إلى ضغوط نفسية ومشاكل صحية في كل الأصعدة. فالنهاردة بإذن الله هنسلط الضوء على الأمراض اللي ممكن نكون معرضين ليها، واللي كتير من معارفنا واللي ممكن يكون محيطين بينا عندهم الأمراض دي، ومفكرين إن هذه الأمراض ليس لها حل. احنا جايين النهاردة نسلط الضوء على الأمراض دي وعلى مشاكلها، وإيه السبب الجوهري اللي هو حرفيا جذور المرض. لأن في بعض الأحيان لما الشخص بيجيله صداع بيروح يعالج الصداع بمسكنات، لكن الصداع ممكن يكون له أسباب، مئات الأسباب الأخرى غير فقط إنك تاخد مسكن. بتبقى محتاج إنك تعرف إيه السبب الأساسي اللي جاب العرض اللي موجود، زي مثلا السخونية أو ارتفاع درجة الحرارة. فاحنا النهارده هنكون بنتكلم على شيء جوهري، احتمال يكون معظم الناس اللي موجودين في القاعة النهارده عندهم هذا السبب الجوهري، اللي له سبب للخمول والتعب والإرهاق وبعض زيادة الوزن، وكتير من المشاكل الصحية اللي انت مفكر ان هي ملهاش حل وان انت طبيعي ان هي تكون عندك. لكن لا، مش طبيعي ان انت تكون كسلان طول اليوم ابدا. مش طبيعي ان انت دائما كل ما تاكل تبقى انت محتاج تنام. مش طبيعي، لان الطبيعي ان الواحد لما بياكل المفروض يزيد نشاطه ويزيد طاقته. ففي اشياء كده هنفكر فيها مع بعض وهنشوفها مع بعض النهارده مع الرائعه كوتش شادية. هتكون بتكلمنا النهارده عن مشاكل الصحيه اللي احنا بنتكلم عنها وايه اسبابها، وازاي نقدر ان احنا نتخلص منها بشكل جوهري وكبير. خلينا نتعرف على محاضرتنا النهاردة، ازاي نقدر نعيش بصحة ومناعة مع برنامج فيل جريت. النهاردة هتكون معانا كوتش شادية. كوتش شادية حلمي الشافعي، موجهة أول في وزارة التربية والتعليم بدبي، حاصلة على ماجستير كيمياء حيوية ودبلومة البورد الأمريكي في التغذية، عضو في رقابة إدارة المدارس، عضو في منظمة اليونسكو، رئيسة في جميع التخصصات العلمية بدبي، مشاركة في محاضرات علمية بالخليج العربي وورش عمل في دولة الإمارات، خبرة 15 سنة في مجال التدريس وعلوم الارتقاء بالمدارس الثانوية، الالتحاق بمنظمة اليونسكو. يا جماعة، كمية العلم اللي بإذن الله هنشوفه النهاردة والمعلومات اللي هنعرفها سريعة جدا، فأتمنى محدش يروح عليه أي معلومة، ويكون موجود معانا بأن هو ماسك قلم وورقة ومحضر نفسه للمعلومات اللي هنسمعها النهاردة من كوتش شادية. أهلا وسهلا بالرائع. اهلا إيه بيكم، اهلا الأخبار؟ بكل الحضور. متشكره جدا استاذ مصطفى على التقديمه دي يعني. الله يبارك فيك، ميرسي ليك. تستحقيها وأكثر إن شاء الله. إحنا الله بنلهم يخليك. منك من على السوشيال ميديا والسلاسل الصحية اللي أنت بتقوليها لنا، ما شاء الله، فجزاك الله خير إنك اديتينا من وقتك النهاردة. ميرسي. وهتكلمينا عن الأشياء اللي بنتكلم عليها، إزاي نحافظ على الصحة. طيب، يلا نبدأ السلايدات. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا يا جماعه، الامراض المزمنه ليها احصائيه علميه بتتجدد كل 5 سنين تقريبا. ففي سنة 2024 كان الوفيات في الأمراض المزمنة 75%، ومتوقع من منظمات الصحة العالمية إنها توصل ل 86%. قد إيه الرقم كبير! وده دلالة على إن معظم الناس بتعيش من غير نمط صحي كويس تقدر تكمل بيه الحياة. حجم الوفيات أكتر من الأوبئة، ده اللي إحنا عايزين نقول. إحنا عندنا هنا مثلا الامراض المزمنه واللي واضحه عندنا
هو ان احنا يبقى عندنا امراض السكتات الدماغيه او الزهايمر، وده حوالي 6.6 مليون وفاه دي بتحصل سنويا. امراض الجهاز التنفسي، الوفيات عندي 213 مليون. الاحصائيات دي لحد من 2021 لحد 2024. الأمراض اللي هي المزمنة للقلب والأوعية الدموية وصلت ل 17.9 مليون، وكذلك حالات السكر 800 مليون. لكن في الشرق الأوسط 73 مليون. قد إيه نعرف حجم الفيلجريت وأهميته في حياتنا عشان نقدر نتخلص من كل الأمراض اللي قدامنا دي. أغير الشريحة يا أستاذ مصطفى. كل المنظمات اللي قدامنا دي، سواء الامريكان هارت اسوسيشن او الانترناشونال دايابيتس فيدريشن وباقي كل المنظمات اللي قدامنا، اجمعت على ان السبب في الامراض دي هي متلازمه الايض. متلازمه الايض دي عباره عن عده عوامل صحيه خطيره جدا بتؤدي الى مقاومه الانسولين لنمط الاكل الصحي. الاساس جهاز هضمي. مقاومه الانسولين دي هتعمل لنا مشاكل اكتر، فاطلقوا عليها متلازمه الايض او متلازمه التمثيل الغذائي داخل الجهاز الهضمي. وعشان كده اتكلموا عنها كمنظمات صحيه عالميه. ماشي يا كابتن؟ طيب، نيجي نشوف السبب الرئيسي في الحاجات دي. انا قلت لكم عليه ان السبب هيكون المجموعه دي كلها والعوامل دي كلها بتديني نفس الاصابات اللي اتكلمنا عنها في الشريحه السابقه من قلب وسكر ومناعه. حتى المناعه بتقل بسبب كل اللي احنا بنتكلم عنها دي. هنقولها حاضر حاضر. الكلام ده كله بيكون بسبب قلة التمارين الرياضية، ودي بقت حاجة في العصر ده ضرورية جدا. حل لو كان المشي ولو لنص ساعة، أو نقول 6000 خطوة. قلة النوم، القلق والتوتر والاكتئاب، التلوث اللي احنا ملناش علاقة بيه. خلينا احنا نتكلم في الحاجة بتاعتنا اللي تخصنا احنا، زي التغذية السيئة اللي هي التغذية الغير سليمة، أو ضغوط الحياة نقدر ان احنا نتخلص منها عن طريق البرنامج اللي احنا هنشرحه. فكل دول اسباب من اسباب مع نمط الاكل الغير صحي، عشان انا هقول اكلمكم عنه تاني. طيب، الاوبيسيتي فاكتس، الحقائق الاوبيسيتي. اكتشفوا لما عملوا كده احصائيه للعالم، اكتشفوا ان في سنه 2022، ودي اخر احصائيه، ان حوالي 18 15.2% ناس عندهم سكر. يعني بين كل 100 في 16 واحد على مستوى العالم. لكن في العرب بقى، او في الوطن العربي، في الدول عندنا تقريبا الضعف. لو بصينا عليها كده هتلاقوا احنا عندنا بس لوحدينا كل 100 في منهم 32 شخص عنده سكر. يعني العملية الضعف تقريبا. فعشان كده اهتموا بموضوع السمنة، لأن السمنة هتؤدي لسكر وهتؤدي لمضاعفات السمنة، وبرضه هنقولها مع بعض. عندي حالات وفاة السكر زي ما انتم شايفين، احصائيتها 6.7 مليون حالة وفاة. يعني كل كام ثانية في واحد بيتوفى او يكون عنده مضاعفات سكر. مضاعفات السكر بيجي اول ما بيجيني، بيجي في شبكية العين. معلش انا ما كتبتها لكمش. شبكية العين، بيجي في السنان ويبتدوا يخلعوا اسنانهم، بيجي في امراض القلب والاوعية الدموية. الفشل الكلوي بيتأخر شوية، لكن احنا بنكتبه لانه اساس الوفيات. لو جه فشل كلوي، اعرف ان الانسان ده مش هيقعد شهرين على بعض وربنا يتولاه برحمته. سكتات دماغيه، بتر الاطراف زي القدم السكري في ناس، او الاطراف بتاعه الايدين تبتدي لوحدها تتلف والانسجه تتلف، فيبتدوا يقرروا الدكاتره انهم يبتروا هذا العضو. الالتهابات الشديده، واحنا عندنا في البرنامج مضادات للالتهاب ان شاء الله هتنفعنا كتير واحنا بنتكلم عنها. يعني نسبة الوفيات في مرضى السكر بتبقى تحت سن ال60 تقريبا. شوفوا شباب عندنا كده بيتوفى من السكر على فكرة. حوالي نقول 12% عشان ما نكبرش. 12% تحت سن ال60 بيتوفوا. يعني 2 مليون وشوية بيتوفوا نتيجة مرض السكر. ما اتكلمناش بقى عن بقية الأمراض. يعني كوليسترول في ناس كتير جدا بتختلف فيه ما بين الكوليسترول وما بين الدهون الثلاثية.
في الحقيقة احنا كلنا الأكل بيتحول لسكر، لكن الكوليسترول ده بيخص الأوعية، يعني بيدخل ويتمركز في الأوعية. يمكن الناس الكبار الأوعية عندهم بتبقى مرنة شوية، فمبيبقاش عندهم مشكلة قوي بيبقى عالي ومضر بس مش بيبقى زي الشباب، لسه أوعيتهم صلبة، فدي بتعوق حركة الدم. طب الدهون الثلاثية، عشان في ناس بتتلخبط، الدهون الثلاثية دي برضو نوع من أنواع، هو نفس السكر، بس هذه الدهون لما بتكون عندي بتتمركز في منطقة الوسط، محيط الخصر، في الأرداف، في الأكتاف من فوق، تبتدي تتمركز فيه، ونبتدي احنا نعاني من السمنة من الدهون الثلاثية، وبتبقى أخطر من الكوليسترول. عشان نبقى عارفين المعلومة، الدهون الثلاثية عندنا أخطر بكتير من الكوليسترول. عندنا في الإحصائية اللي قدامنا، في عندنا تقريبا، ودي كانت احصائيه في امريكا بصراحه، عندنا الكوليسترول الضار اللي هو ال دي ال، ال دي ال 71 مليون امريكي بالغين، بيتوفى منهم حوالي 33.5%. لاحظوا معايا هنا في الكوليسترول، هنلاقي ان انا سن الشباب اللي هم عندهم 20 سنه، بين كل 100 بيكون اثر الكوليسترول او بيصاب بكوليسترول 22، من كل 100 22 عندهم كوليسترول. ده بسبب نمط الاكل الغير صحي، الفاست فود اللي بياكلوه، مفيش تفريق بين الوجبات، مفيش تغذية متوازنة، مفيش حاجات كتير جدا بيعملوها شبابنا، والحلويات والسكريات والمغريات، ومفيش اي التزام ان انا افكر في صحتي، فبيجي له طبيعي كوليسترول. 40 سنة تبتدي الحالات كلها تزيد، 40 سنة 38%، 50 سنة 50%، 60 سنة هنبقى 62%. حالات الإصابة بتبقى أزيد كل ما تقدم بينا العمر. معلش يا أستاذ مصطفى، هقول هنا برضو حاجة، لأن يا جماعة إحنا كل ما بنكبر هرموناتنا بتقل، وأجهزتنا بتبتدي تبقى بطيئة لو إحنا مش واخدين بالنا من صحتنا وإحنا صغيرين. بعد كده في سن ال50 تبتدي جهاز المناعي عندي يبتدي يصاب بحالة من الكسل، فإحنا محتاجين ناخد حاجة تعلي جهاز المناعة عندي وتظبط لي الهرمونات الملخبطة. شكرا يا أستاذ مصطفى على على الموضوع ده يعني. طيب، نيجي على القولون. القولون شائع بنسبة عالية جدا وكبيرة. أنا هنا حبيت أحط لكم قولون سليم وقولون عصبي وقولون تقرحي، ودي مضاعفات القولون. القولون السليم مسؤول مسؤولية كاملة عن إنه يمتص الماء والأملاح. محتاج أشرب مية كتير عشان يبقى القولون بتاعي مظبوط. بيساعدني في حالة في حركات الفضلات تخرج بره جسمي، هتعمل لي توازن بين البكتيريا النافعة وتوازن في جهازي المناعي. فده مهم جدا ان انا احافظ على القولون. ما بيحصلش نتيجة نمط الغذاء الغير صحي. الحالة دي بتخلينا نوصل للقولون العصبي، انتفاخ بقى وغازات واضطرابات في عملية الإخراج، إمساك وإسهال، قلة نوم طبعا من الألم. الانتفاخ بيخليك ما بتقدرش تنام، مزاجك مش مظبوط، الحالة المزاجية مش مظبوطة، التركيز اليومي من كتر ما انت مضغوط من القولون بيبتدي عندي يقل وما يبقاش مظبوط. قولون التقرحي ان انا اهملت القولون العصبي، وصلت كده لمرحله ازيد شويه، ومرحله نقدر نقول عليها خطيره، لان الخطر هنا دخل الجهاز المناعي يهاجم بطانه الامعاء عندك. هو مش عارف ان دوت نوع من انواع الامراض، هو كل اللي عارفه ان في حاجه غريبه بتحصل، فبيهاجم بطانه الامعاء ويبتدي يحصل نزيف، ودي بتبقى برضو نتيجه القولون العصبي. مش عايزين نوصل للمرحله دي، وان كان معظم الامراض فيها حته من العوامل الوراثيه. ناهيك بقى عن الضغط العصبي والتوتر في الحاله وفي العصر اللي احنا عايشينه. نكمل استاذ مصطفى لو سمحت. زور التجاعيد. بص، زور التجاعيد ليها حاجات كتير، وفيها حاجات تمسنا احنا شخصيا. يعني فيها نقص شرب الميه، خلاياي هتتظبط لما انا اشرب ميه، هترطب الجلد، هتقلل الجفاف لو انا شربت ميه. العكس بقى هيحصل. ان انا اتعرض للشمس. الشمس حاليا وعشان عندي السماء مفتوحه، فاللي بينزل منها من اشعاعات بيدمر لي الكولاجين.
كتر السكر والكربوهيدرات، لان السكر والكربوهيدرات هيخشوا على الكولاجين اللي موجود في البشره، او قله النوم والتوتر المستمر، لانه هيرفع لي هرمون الكورتيزول اللي بنقول عليه ضغط نفسي او ضغط عصبي، في مقاومة أنسولين، وداخل في إن مفيش مضادات أكسدة ليا، فهتقل عندي مضادات الأكسدة والفيتامينات، خاصة A و E و C، لأن دول سبب تجديد البشرة. عايزة أقول هنا معلومة زيادة للي حابب يعرف معلومة. الشباب من 20 تجديد البشرة عنده لحد شهر، من 21 يوم ل 28 يوم بيجدد البشرة عنده. من سن 40 لسن ال 60 البشرة بتتجدد في حدود من 40 ل 60 يوم. جسمك كله بيتجدد 98% منه لما تخلص سنة، تعدي عليك السنة. بس تجدد ازاي؟ حسب اكلك انت. تتجدد بقى زي ما تتجدد يعني، بس هي بتتجدد. اعراض مقاومة الانسولين كتير، وانا اخدت منهم شويه. هنلاقي صعوبه في نزول الوزن، مفيش، انا مش قادر انزل وزني، انا عندي ثبات في الوزن بالرغم من ان انا بعمل رجيم. مقاومه الانسولين بتقلل لي الحرق، ان ما كانتش تعدم لي الحرق. مقاومه الانسولين نسبتها صح 2، لكن لما تبقى 4 و6 يبقى انا كده في مقاومه انسولين عاليه، يعني الحرق عندي بيقل تماما، محتاج وقت عشان اصلحه. السمنه، اكل النشويات والسكريات يعمل لي بقى اكل، انا اسفه، الاكل يعني هو انا هزيد في الاكل طبعا عشان مقاومه الانسولين عاليه، السكر بينزل. ومقاومه الانسولين دي محتاجه شرح كبير جدا، لان مقاومه الانسولين لما هتجيني هتبقى موقفه الحرق، ومطلوب مني اكل. الخلايا بتتدمر، الخلايا بتتحطم، مفيش طاقه بتخش جسمي، فانا كده الخليه قفلت بابها زي ما احنا بنقول. البرنامج بتاعنا، واسمحوا لي اقول لكم كده، البرنامج زي ما تكون انت فتحت باب وعايز تخش منه قفلته. برنامجنا بيخش من الشباك، هنقوله لما نوصل ليه. برنامجنا فعلا بيخش من الشباك، فيها فتحات في الخلايا مش الفتحات الاصليه بتاعت الانسولين، فيبتدي البرنامج عندي يخش من الخلايا دي بعيدا عن فتح الابواب والمستقبلات. بيبقى جاي عنك صداع، قلق، ضبابية في التفكير، احتباس في السوائل، زوايد جلدية زي ما موجودة هنا، واسمرار حوالين الرقبة وتحت الإبط وبين الفخذين. كل دي أعراض لمقاومة الأنسولين. أي واحد مننا عنده الثلاث أعراض من دول يعرف إنه بدأ عنده مقاومة أنسولين، ويبتدي يشوف وصلت لحد فين المقاومة، وليها تحليل حاليا دلوقتي. آه احنا طيب، ماشي يا استاذ مصطفى كده. طيب، آه كل ده اتدرس. منظمات الصحة العالمية قررت باختبارات كتير لأنواع الصيام، أنا كتبتها على جنب، مش هنتكلم فيها، لكن احنا عايزين الحلول الأساسية يعني، كتبتها للمعرفة يعني. كله اعتمد نظام صيام 16/8، هو أنسب صيام وأفضل صيام، لأنه دوت هيعمل لما يعمل تجويع تبتدي الخلايا تتجدد، وتبتدي تعمل التهام ذاتي، يعني الخلية ناخد منها المفيد وخلاص انت هتموتي، كتر خيرك، شكرا ليكي، احنا تمام كده، ونبتدي نجدد الخلايا التانية ونقوم عليها. فده كان قرار، او نقدر نقول خطاب من منظمات الصحة العالمية، بان يا جماعة اتبعوا نظام 16/8. عندنا منهم 12 وعندنا منهم انواع صيام كتير لو حبينا نتكلم عنها يعني. آه كده احنا عندنا يا استاذ مصطفى. ايوه، مشاكل الصيام في الحقيقة، الصيام له مشاكل كتير. ممكن اكون صايمة واكل وجبة واحدة، هتتخزن، جسمي هيخاف فهيخزنها لي، مش هيسيبها لي، فكده هيزيد وزن. عندي توتر وقلق واكتئاب، رفعت هرمون الكورتيزول، رفعت هرمون الانسولين، جعت اكتر. ايه رغبتي في الاكل؟ انا رغبتي كده في الحلو والنشويات. طالما انا اصبت بده، حتى قله النوم بتعمل كده يا جماعه. الصيام المتقطع بيبقى صعب، صعب ان انا اقعد فتره طويله جدا اعيش على صيام متقطع واصوم 16 ساعه.
هيساعدنا فيها البرنامج على اننا نتخطى صعاب الصيام المتقطع. هنا في الصيام انا عايشه في حرمان، عايشه في جوع، عايشه في قلق. فالحاجات دي بتزود معايا عمليه ان انا انزل في وزني او ما انزلش، وفي علامات تانية متوقف عليها. فعشان كده بنفضل ان احنا ناخد داعم للحاجات اللي احنا بنتكلم عنها. نيجي على البرودكت بتاعنا. اول برودكتس عندنا الفيل جريد. يعني احنا بنقول ان احنا ربنا اكرمنا بان احنا عرفنا برنامج زي دوت، ملوش اثار جانبيه، مدرج في مرجع طبي امريكي، اتجرب سريا 9 سنين ورا بعض، متوافق عليه من هيئه النظام، من هيئه الغذاء والدواء، وهكذا. يبقى ده افضل برنامج واعلى برنامج بدون اثار جانبيه. مفيش ولا اي حاجه تخص نزول الوزن او تخص الامراض دي الا وليها اعراض جانبيه، حتى لو الاسبرين بتاع الاطفال. احنا محتاجين كده هيلثي دايت، محتاجين البرنامج، محتاجين رياضه عشان نبقى عارفين واحنا بناخده احنا بناخد ايه بالظبط. عندي كده منتجين الاثنين قابلين للقياس، لاني انا هقيس بيهم تحسن صحتي. ادي اول حاجه من اي مرض من الامراض ال 15 اللي بيسببهم مقاومه الانسولين. محتاجه ان انا الوزن هعرفه، وافضل انه يكون المقاس بتاع الخصر مش الوزن ده له مشكله تانية خالص. الوزن ممكن تبقى عضلاتي اكتر من الدهون وما بقاش عندي سمنه، فانا هقيس بمحيط الخصر يكون افضل، او بالجهاز بتاعنا نقيس مخزوننا قد ايه دهون، قد ايه املاح، قد ايه ميه. وعشان كده بنقول قابل للقياس، ممكن اعرف حالتي الصحيه وصلت لفين مع البرنامج بتاعنا. برنامجنا عبارة عن حاجتين اتنين، اليونيميت والبالانس. اليونيميت يصلح لحالات النشاط والطاقة، هيدي لمين؟ رواد الاعمال ورجال الاعمال اللي بيقعدوا فترات طويله يشتغلوا، فهم محتاجين الطاقه. الامهات في المنازل محتاجه انها تبقى مع اولادها ومع جوزها ومع البيت ومع مع النظافه، فهي كمان محتاجه تاخد طاقه عشان تقدر تصلب نفسها وتكمل اليوم بنشاط. النشاط بتاعنا حوالي باليونيميت 9 ساعات متواصلين. الطلاب لو عندهم شغل ونسي يعمل مشروع ولا نسي يعمل واجبه، ممكن ياخد شويه ينوميت، هيبقى زي الفل، الطاقه حلوه وهو سهران على شغله، ويخلصه ويقدمه الصبح في نفس التوقيت اللي هو محتاجه. وكمان طلاب الجامعه، ده بيدينا حاله من الهدوء والمزاج الرايق، حاله مزاجيه عاليه، فانا اقدر اعيش في المجتمع وانا على الاقل مبتسم، ما عنديش عصبيه، ما عنديش توتر، فانا متقبل المجتمع والمجتمع كده متقبلني، فانا بزيد علاقاتي حتى مع اليونيميت. اليونيميت اكمل يا استاذ مصطفى معلش، خدت من وقتك شويه معلش. اليونيميت عنده 5 خطوات، انا عارفه والله. خدنا 5 خطوات. 5 خطوات قدامكم احنا حاطينهم. ال5 خطوات دول عباره عن ان انا بزرعه، بعد كده اخده يدوي. ليه يدوي؟ لاني انا هنقي الورقه الحلوه، مش عاطل مع باطل، كله الحلو فقط. فانا هاخد القيمه العاليه فقط. هعمل له عمليه تحميص، بعد كده بعمل له عمليه استخلاص. استخلاص ايه؟ استخلاص المواد اللي فيه، استخلاص حمض الكلوروجينيك، المادة صابونين، الثيوبرامين، هم دول اللي انا هستخلصهم من النبتة دي عشان احطهم في الكيس الجميل اللي قدامكم ده. بعد كده بعمل له تركيز عشان يديني اعلى قيمة من الطاقة واعلى قيمة من العمل والكفاءة. يليها عملية التنقية، اصفي وانضف واعبيه واجففه واحطه لك في الكيس اللطيف ده. ده بالنسبة لل5 خطوات. مكوناته، هو اصلا موجود في امريكا الجنوبيه، من شجره اسمها هولي، دي موجوده الشجره دي في امريكا. مصدره فيها كافيين وليس كافيين الشاي القهوه. خلوا بالكم في فرق بين الكافيين اللي موجود هنا وكافيين القهوه. بيحتوي بقى على نسبه عاليه جدا من مضادات الاكسده، لان الحمض الكلوروجينيك فيه مركب اسمه البوليفينول، او الفينولات. يعني احنا عندنا بنقول في الكيمياء فينولات. ده موجود، هذا المركب موجود في البن، موجود في الشاي، وموجود في اليوربا مات. بيعزز لي مستويات الضغط الدم، بيحسن لي ضغط الدم، بيحسن لي الصحة العقلية، بيديني وضوح عقلي، تفكير، يقلل لي عملية النسيان ويزود عملية التركيز، ويديني الحالة المزاجية اللي احنا بنقولها. الصابونين
ده جزء من نبات بين اليوربا ماده، بيدعم لي المرونه بتاعت الايض اللي احنا كنا بنتكلم عنها، اللي هي سبب كل الامراض اللي احنا بنقول عليها. فالعمليه الايضيه هتبقى فيها مرونه وهيبقى فيها توازن، سواء كانت الايضيه او كان المناعيه. فله تاثيرات جميله جدا على فقدان الوزن وحرق الدهون. هنقول هنا ان اليونيميد بيحرق الدهون 24 ضعف، وانا جربت. قالوا لي لو شربتي الميه فانت مش ابدا هتخزنيها برضه. لا، في خلال 3 شهور انا نزلت يا جماعه 24 كيلو، يعني جسمي كان بيحرق كويس جدا، بالرغم ان كل الدكاتره اجمعوا انت جسمك خلاص مش هيحرق. فانا عايزه اقول لكم قد ايه المنتج قوي، قد ايه المنتج ممتاز لكل ما فيه وكل اللي اتعمل عليه. اخر حاجه عندنا في مكوناته الثيوبرومين. والثيوبرومين لو انا شفته هو فين هلاقي مكان الشوكولاته، ومش اي شوكولاته، اي شوكولاته عاليه الجوده جدا. نتكلم عن فوائده. طيب، انا الفايده عندي ايه؟ هيتعامل لي قدره التحمل، ان انا اشتغل كتير وابقى قادر ان انا اشتغل كتير، وابقى عارف ان انا لو حبيت اخد مش هاخد مشروبات طاقه، هاخده هو. بيدعم لي عمليه الادراك، التفكير، التركيز. بيدعم لي الراحه والاسترخاء، لانه هينشط لي هرمون دوبامين وهرمون السيروتونين اللي موجود بنسبه 95% موجود في المعده. ودي اجمل حاجه موجوده، يعني مش في دماغي. محدش هيلعب في هرمونات دماغي ابدا، عشان كده ملوش اي اثار جانبيه. هيدعم لي مستويات الكوليسترول، هينزل لي الوزن نتيجه الحرق، هيعزز لي الشعور بالشبع، لاني انا عندي الطاقه اللي تكفيني، خدتها من السكر وخدتها من الدهون بتاعتي. فهو وصلني لمرحله الطاقه العاليه، فانا مش هفكر ابدا في موضوع الاكل. هيدعم لي التمثيل الغذائي اللي هو الايض، هيعزز لي انتاج الكيتونات في الجسم، وكمان صحة الجهاز الهضمي. أخرتك شوية يا أستاذ مصطفى، سرحت. اديني التاني. البايوز لايف. البايوز لايف ده حاجة مهمة جدا، لأنه هيشتغل على كل الجهاز الهضمي من أول المعدة لحد ما ننزل لحد تحت خالص. فبيقلل لي تأثير الكربوهيدرات، أنا باكل بدون حرمان. يعني باكل كربوهيدرات، اكل حاجه فيها سمنه، اكل حاجه فيها دهون، اكل حاجه نشويات، معجنات، اللي احنا بنقعد نقول للناس اوعوا تاكلوها لما تكونوا بتعملوا دايت. هنا لا، مسموح له، لانه هيخفف من الكربوهيدرات وهيخفف من الكوليسترول للناس اللي بتاكل حاجات فيها دهون كتير. هيحافظ لي على مستوى الكوليسترول ويحافظ لي على السكر في الدم. وعايزه اقول لكم هنا مشكلتنا، ودايما نقول للناس احنا مشكلتنا ان احنا عندنا قيم غذائيه اوريدي ناقصه في الزراعه وفي التقنيات الزراعيه. فهو بيعوضنا كتير عن اللي بيحصل في الطبيعه وفي البيئه وفي النمط اللي احنا بناكل منه. آه جميل. انت قلبت لي ماشي. طيب، احنا قلنا اللي هو. مستمتع جدا. الله يبارك فيك يا رب، ان شاء الله تكونوا مبسوطين، ان لا، شاء ما الله شاء تكون دي الله، ما معلومه شاء حلوه. نون نينو معايا. تمام حبيبي قلبي. طيب، نتكلم عن مجموعة الألياف وأنا هقولهم كلهم، وهم حوالي 4 أنواع فيهم ألياف كتير. لكن أنا قلت لكم إن في براءة اختراع. قلت لكم إن في مركب البيولوجي. لما أقول كلمة بيولوجي يعني حاجة عضوية. أنا عايزة أقول لكم برضو هنا حاجة، معلش يا أستاذ مصطفى استحملني. العضوي، الحاجة العضوية لما تدخل في جسم عضوي بتتفاعل بالكامل معاه، على عكس الأدوية. الأدوية باخد منها يوم ما اتمعظم قوي باخد منها 30%. طب الباقي ايه؟ الباقي سموم، الباقي مش هيتهضم ولا هيمتص. فاحنا هنا بناخد حاجة سيف قوي لأنها تشبه جسمنا وحاجة نباتية طبيعية. فأنا وهو واحد، احنا متصالحين كده على بعض. فهي دي يعني البايوز لايف. البايوز لايف بيزودني ب9 فيتامينات و6 معادن والياف قابله للذوبان، بتملى لي 40% من معدتي. ودي اول حاجه بتعملها معايا. هنقلب بقى يا استاذ مصطفى، كده نيجي لمكوناته عشان نبقى عارفين المكونات فيها ايه. في عندي الياف البيوسفير، عندي يونيسيتي اكس 7، عندي مصفوفه اسمها البايوس كارديو، مركب فيتامين البايوس اللي هو موجود كل ده في
البايز لاف سليم او في البالانس، كلهم يعني دي تركيبه موجوده في الكل. الفرق في النكهات يعني. كل واحد بقى منهم هاجي عند مركب الياف البايوسفير، هلاقي 5 مصادر من الالياف. صمغ الغوار، خلوا بالكم صمغ العربي مش موجود في البايوسفير، فنبقى منتبهين. صمغ الغوار، صمغ لوكاس بن او اسمه بن يعني. حمضيات البكتين، في حد سالني بكتين قلت له ايوه، الحمضيات بتاعت البكتين موجوده فيه، وده شيء كويس جدا، البكتين عالي. الياف الشوفان اللي الناس كلها تقعد تقول لنا يا جماعه انا هناخد سيليوم، اقول له يا حبيبي السيليوم زي الشوفان، تعال خده عندي في المركب البايز لايف. بيتا جلوكوفاج، سوري جلوكوفاج انا افتكرت السكر، سوري. بيتا جلوكان. كل ده بيعمل لي توازن وحفظ لمستويات السكر، بيبطئ لي بقى الكربوهيدرات اللي انا اكلته بدون حرمان، فبيديني مرحله شبع اطول. فالسكر مش هينزل دفعه واحده، هينزل ببطء للدم، فيحافظ لي على مستوى السكر في جسمي. مصفوفه البايز كارديو دي جايبينها مستخلصينها من زهره الاقحوان وقصب السكر. خلوا بالكم ان كل ده استخلاص من نباتات طبيعيه، فبيعزز لي امتصاص الكوليسترول الناتج عن عمليه الهضم. هنكمل يا استاذ مصطفى، اسفه بزعجك. يونيسيتي اكس 7 ده، اليونيسيتي اكس 7 هو الصمغ العربي. انا بحثت لقيته فعلا هو الصمغ العربي. ده عباره عن الياف لزجه، انا بحطه في 350 مللي ميه مثلا بيتحول لماده هلاميه. نقول للناس كلها يا جماعه استنوا ربع ساعه او 10 دقائق لحد ما يعمل الماده دي، لانه هيعمل لي احاطه وامتصاص للكربوهيدرات كله، النشويات كلها المؤذيه. تخيلوا، انا بقول للناس ده عامل زي الاسفنجه، يلقط الحاجه اللي هي مش حلوه. لما بقف على الحوض بغسل بالاسفنجه، ما بتاخدليش الحله وما بتاخدليش الطاسه، لكن بتنضفها لي. هو بيعمل نفس القصه، فبيساعد في عمليه ابطاء عمليه افراغ المعده، لان لو معدتي فرغت انا هجوع، فده اللي بيديني الاحساس بالشبع. بعد كده مركبات البايوز اللي هي عباره عن الفيتامينات التسعه: فيتامين A وإي وسي، وفيتامين بي 1 و2 و3 و6 و9 و12، والمعادن حدث ولا حرج بقى على المعادن، وقد ايه بتعزز لي المناعه، وقد ايه بترفع لي المناعه. زي بالظبط الالياف نفسها، لما تيجي اما اجي احطها في معدتي وتملى معدتي وتبطل لي معدتي، هي برضو بتديني البكتيريا النافعه وتزودها في الامعاء، فترفع لي برضو جهاز المناعه. يبقى جهاز المناعه من كل حته انا متحوط بيهم. يبقى احنا ناخده من بعد سن ال40، هنستفيد اكتر واكتر واكتر، عشان الموضوع ده بالذات يهمنا جدا مناعه جسمنا، عشان الاوبئه والفيروسات اللي موجوده في الدنيا دي كلها. عندنا السيلينيوم، وده بيعمل وقايه من السرطان، انا قريت عنه كتير، وفي تجارب كتير في البرازيل على السيلينيوم بالذات. ليس هناك وقت ان انا احكي لكم التجربه كانت ماشيه ازاي. يعني هو مزيج بيدعم لي التمثيل، بيسهل لي عمليه الهضم، بيحسن لي تحويل الغذاء، لانه لما يبطئ لي وينظم لي السكر يخش الخلايا، تفتح له الباب بقى وتديني الطاقه بتاعتي. ماشي يا استاذي، ماشي كابتن. طيب انا على فكره، انا الحته دي انا اتكلمت فيها، ان هو بيقول لك كيف يعمل البايوز لايف. احنا بنقول هنا انه عنده مزج من الماء، هيبقى لزج هلامي، هيساعد لي في ابطاء عمليه افراغ المعده، فيديني الشعور بالشبع طول الوقت. الفيتامينات هي كمان هتساعد الانزيمات على القيام بعملها. انا عايزه اقول هنا، هتسمح لي يا استاذ مصطفى، احنا متفقين هنا، انا عندي حمض في المعده يا حبايبي، هو اللي بينشط لي الانزيمات اللي جوه المعده. انا عندي اوريدي انزيمات، هو بينزل ينشط الاحماض والحمض مركز والحمض قوي جدا، فيبتدي يتعامل مع انزيمات معدتي، فتبتدي عمليات الهضم، لان الانزيمات هي اللي هتهضم. المعده ما بتهضمش، المعده بتفرز لي انواع من الانزيمات، وبتفرز لي حتى بروتين. يعني المعده نفسها بتديني نوع من انواع البروتين اللي يعزز لي عمليه الهضم. آه الفوائد بتاعته، طيب هو كده هيقلل لي الكوليسترول، لان انا مش هيدخل لي حجم من السكر كتير، فمش هوصل لان انا ابقى فيه كوليسترول. والاتنين مع بعض بيدعموا لي تنظيم الكوليسترول في الدم،
فبيمتص. انا ما بيبقاش عندي ال دي ال، بيبقى عندي ان شاء الله الاتش دي ال. هيساعدني في كبح الشهيه، سواء الاثنين، واحد بديل الفطار، والتاني هيشتغل معايا قبل الغداء وقبل العشاء. هيدعم لي المستويات الصحيه للسكر في الدم، هينظمها. هيساعدني في تقليل امتصاص الكربوهيدرات، لان هيمتصه، هنتفق عليه انه عامل زي الاسفنجه. هيدعم لي الصحه. هنا بنقول 12 4 4، واحنا وصلنا لان احنا افضل حاجه لينا هتبقى 16 8. هيدعم لي اداره الوزن وانا بصحه كامله الحمد لله. بقي عندنا الشريحه الاخيره. هنا بنقول بدون البالانس، بدون البايز لايف، احنا هنعمل ايه؟ وانا باكل، وباكل بدون حرمان، بدون البايز لايف بالانس، هيبتدي السكر عندي يعلى. السكر بيتهضم بعد ساعه، الكربوهيدرات بيتهضم بعد ساعتين. اول ما يتهضم يروح السكر نازل، يفضل الانسولين عالي في الدم، لان انا اكلت كميه اكبر من المعتاد. عمليه الهضم دي بتعمل لي عمليه ايه؟ عدم التوازن. فبتعمل لي زي ما انتم شايفين كده مسافه كبيره جدا ما بين الانسولين وما بين السكر وامتصاصه، جايب لك منظر الخلايا كانها هي إيه؟ هتمتص وينزل لتحت. لكن لما باخد البالانس او البايوز لايف، ويأخر لي الكربوهيدرات ويأخر لي إفراغ المعدة، فكل اللي بينزل عندي بينزل سكر معتدل. فبتبتدي الجسم يبتدي يعمل عملية توازن ما بين الأنسولين وما بين الأكل اللي أنا أكلته. هنا دخلت في توازن في كل الأكل اللي أنا باكله، وبنعيش بصحة وسعادة إن شاء الله أنا وأنتوا وكل خلق الله. أشكركم على أنكم استمعتوني. أتمنى أن أنتوا تكونوا استفدتوا من المحاضرة الصحية البسيطة اللي أنا اديتها لكم. ممكن تستعمليه. ممكن. البرنامج لا يتعارض إطلاقا مع أي أدوية. البرنامج ليس له أي آثار جانبية. عندك سكر بتاخد الدواء بتتبع الدكتور، أي مرض بتاخد الدواء بتاعه بتتبع الدكتور. دكتور لما أنت عندك أي حاجة هينزل لك المعدلات بتاعت الأدوية، لأنها عبارة عن تعالج العرض ولا تعالج السبب. ما شاء الله ما شاء شكرا الله. كابتن يعني مصطفى. أنا عايز أقول لك أهو الورقة والقلم معايا، يعني حبيبي، كمية المعلومات اللي أنا كتبتها يعني جزاك الله خير عليها. الله يبارك فيك، خاصة الله يبارك فيك. الجزئية اللي اتكلمت فيها مدى أهمية البرنامج صحيا لينا ومقارنته للكيميكال أو للأدوية اللي بناخدها والمشاكل. فجزاك الله ألف خير، متشكرين جدا ليكي كوتش شادية. شكرا ليكم يا جماعه، شكرا ليكم ما ميرسي. تحرمناش من المحاضرات الرائعة دي بعد يا كده. استاذي انت بس تقول تقشر وانا وراك على طول. الله يسعدك، شكرا جدا ليكي. طيب احنا هنسأل مجرب بقى، ندخل لباقي الأشخاص. خلينا طيب نسأل من ضمن المجربين. انت قلت قصتك سريعا، معاكي دقيقتين أو ثلاثة، قول لنا قصتك انت مع البرنامج. انا كوتش شادية ايه اللي خلاها تتكلم وتعمل أبحاث وتحكي عن البرنامج آه، طبقا لتجربتها الشخصية؟ هو انا اقول لكم على حاجه يعني على السريع برضو عشان وقتكم. انا كنت وصلت مرحله ان انا اكتئبت وتعبت. ما قلت لكم ان انا الدكتور قال لي مش هتحرقي، فسبت نفسي بقى لحد ما بقيت 105 كيلو. بقى تجيلي بقى انقطاع نفس، اقوم من النوم كده ما عنديش نفس. فاتعرفت بكوتش ايمان وكابتن مصطفى، هم اللي عرضوا عليا البرنامج. وانا خدته كان في رمضان، فكان الصيام طبيعي. انا اكتشفت ان انا لما باخده ببقى مرتاحه، لا عطش ولا جوع ولا صداع نصفي كان بيجيني، ولا ضغط الدم المرتفع القوي اللي كان بيجيني. فدوت انا حسيت انه مش بس سمنه، انا واخداه عشان السمنه، لكن لقيته عمل معدل كبير جدا لصحتي. ونزلت 24 كيلو في 3 شهور. انا لحد دلوقتي مش لاقي حد نزل ل 24 كيلو. احتمال يبقى مقاومه الانسولين يا جماعه كانت عندي قليله قوي. ما شاء ما الله وقفتش الحرق. ما شاء الله تبارك الله. طيب شكرا جدا على العفو، المعلومات القيمة، وشكرا على العفو. مشاركتك. هناخد برضو مشاركات من باقي الناس، كل الرائعين اللي موجودين معانا اللي بدأوا يستخدموا البرنامج. ممكن يعملوا رفع لإيديهم، ريز هاند، بندوس تحت على الشاشة وبنختار حاجة اسمها ريز هاند من علامة اسمها رياكشن، علامة قلب كده في الآخر، وبنرفع إيدينا. طيب خلينا نشوف تجربة رائعة من أستاذة خديجة. أهلا وسهلا.
حياك الله كوتش مصطفى. السلام تحياتي. عليكم، كيف حالكم جماعة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بتكلمنا منين أستاذة خديجة؟ أنا من فلسطين، بيت لحم. ما شاء الله، الأرض الأبية، ربنا يبارك فيكي. وفيك الله يبارك بالنسبة فيك. لتجربتي أنا الحمد لله رب العالمين، لما استفدت كثير الحمد لله أنا وعيلتي استفدنا. يعني أنا ما دخلت في الشغل لما شفت البرنامج مجدي ورائع وبيحسن كثير من الصحة العامة. الحمد لله قررت إني أدخل في هذا العمل وأفيد الناس زي ما استفدت أنا وعيلتي. حبيت إني أفيد الناس. فكان انه اول شيء استخدمته بنتي الحمد لله رب العالمين، اللي هي كان عندها وزن زائد، عندها تكيسات مبايض، عندها زي ما بتحكي الاستاذه ساديه كان الحرق عندها كليل كليل كليل. فالحمد لله هي استخدمت البرنامج تقريبا شهر ونص، والحمد لله رب العالمين هي الحين حامل. نورنا الحمد لله حامل، وربنا لا اللهم لك الحمد والشكر. ما شاء الله وال تبارك الله. آه، هذا يعني عزز ثقتي في البرنامج يعني فوق 100% صارت عندي ثقتي يعني. والتجربة الثانية اللي هي مع زوجي الحمد لله رب العالمين، استخدم البرنامج نفس اللي احنا نفس الفترة برضه شهرين، يعني تقريبا شهرين. كان عنده ضغط، وكان عنده وزن زائد، مقاومة انسولين. يعني هي عندي انا بلاحظ سواد جدية كرش، اسمرار وهيك، يعني عنده موجود، يعني دليل انه في عنده مقاومة انسولين. الحمد لله رب العالمين بلشنا في رمضان، جوزي تقريبا من 118 صار 103، والحمد ما لله شاء تخلص من الله. الضغط، تخلص من الشخير. صار يتعود على اليونيميت، يعني صار يقول لي انا بدي يونيميت. يعني الحمد لله رب العالمين، يعني فعليا هو طاقة تركيز نشاط. اليونيميت فعليا فعليا بيعطيك شعور بقدرش اوصف لك اياه شو هذا الشعور. امانه ما بيعرفش هذا الشعور الا اللي بيجربه، يعني قد ما نحكي ونوصف ما بنقدر نوصل الشعور هذا الا اللي بيجربه. التجربة الثانية اللي هي تجربة بنتي ضياء، اللي هي أكبر واحدة يعني، مع القولون العصبي تقرحي، هي حتى يعني أخطر واحد، يعني هي مع الأستاذة شادية. الحمد لله رب العالمين، هو أنا ما بقول إنه شافاها ولا، بس الحمد لله رب العالمين تريحت من الخمول الكسل. يعني صارت أنشط شوية، بس إنه آه، هون عليها شوي، خفف عليها، خفف من كانت تظل مرمية، كانت تظل ماضية حياتها في الحمام. بس الحمد لله رب العالمين خفت الفترة، يعني بدل ما كل يوم مضي ساعتين وثلاث في الحمام، الحمد لله يعني ممكن ساعة، ممكن اليوم يعدي ما تفوتش على الحمام من مرة. وهذه بالنسبة لتجربتي الحمد لله بالنسبة لي أنا ما بقدر لي أنزل وزني وإشي هيك. أنا اوريدي كان وزني نازل، يعني ما حدا مصدق إنه هذا في الجريد. أنا دخلت في الجريد 65 في رمضان، 5 كيلو في رمضان. أنا 10 15 يوم صمتهن، 5 كيلو نزلتهن. قعدت في النادي سنة ونص أنا ما نزلت ال5 كيلو هذول. فأنا الحمد لله رب العالمين منه وزن نزلت. الحين وزني تقريبا 60 59، وأنا باكل كل شيء، مش محرم حالي. باكل نشويات، كربوهيدرات، شوكولاتة، شو جاي على بالي شو جاي على بالي، والله باكل، والله ما أنا بس بقسم فترة الصيام، بصوم، ووقت الأكل باكل اللي بدي إياه. والحمد لله برنامج جدا 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 رائع، وإني بعطيه فوق 100% علامة. الحمد لله بنصح الجميع إنهم يستخدموه، الأمان اللي بنصح الجميع يستخدموه. وأنا حابة أنشر الخير، فعشان هيك دخلت المشروع، وبدي أنا أفيد الناس زي ما استفدت، بدي أفيد الناس، والله على ما نقول ما وكيل. شاء الله، الله يبارك فيك، مم. ربنا يسعدك. مم. شكرا جدا ليك يا أستاذة خديجة. مم. يعني حياك أستاذة الله. خديجة من الرائعات ما شاء الله عليها، اللي فعلا خدت نية. كانت لسه بتكلمنا إن هي فيها كان عندها نوايا معينة حابة تدخل علشانهم، وكانوا من الأشخاص المهمين بالنسبة لهم. بالنسبة لها هي شخصيا، زوجها وبنتها وأشخاص قريبين جدا منها. وبفضل الله تجربتها الحمد لله كانت رائعة زي ما انت سمعت منها. وهو ده الجميل، إن احنا جايين نتكلم عن أشياء احنا جربناها بنفسنا وشفنا أثرها على نفسنا وعلى الأشخاص اللي احنا بنعزهم وبنحبهم في حياتنا. كوتش إيمان، أهلا وسهلا. في سؤال اتسأل دلوقتي على السن اللي هو 13 سنة أو كده. اسأل السؤال بالتفصيل، الحالة بتاعة الشخص اللي عند بنتك اللي عندها 13 سنة للشخص اللي دعاكي، وابعت لنا الحالة دي ونوصلها للأخصائيين والدكاترة ونقول لك بالظبط تنفع ليها ولا لا. لأن السؤال ما بينفعش يعني عام، لأن طبعا دي حاجات لها علاقة بالصحة، وإحنا بنحب جدا التخصص والسؤال الحقيقي بال يعني عمليا يعني. فابعت السؤال حالتها لو في تحاليل معينة ليها،
عشان نقدر نساعدها بشكل أفضل. كوتش إيمان، إذا سمعاني الصوت واضح؟